حابة أكلمكم عن فوطة الأطباق من جرين واي. دلوقتي هنشوف شكل الفوطة. النسيج بتاعها تحت الميكروسكوب بيبقى بالشكل دوت. الفوطة في منها فوطة مربعة كده وفي سبونجة. الفرق بينهم بس ان انت بتقدري تمسكي فوطة او عايزة تمسكي سبونجة زي اللي هي السبونجات اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا. شايفين الشياكة وجمال، الوان جميلة جدا ومناسبة جدا لكل الاستخدامات. اي حاجه بقى صعبه عليكي تنظيفها، فيها حاجات كده ضيقه بتبقى صعبه عليكي في التنظيف، الفوطه تبقى سهله عليكي، او الاسبونجه طبعا نفس الاستخدام. بصوا بسهوله جدا هتلاقي الحاجه نطفت معاكي وهتريح معاكي جدا وتوفر معاكي في كل حاجه. اشكال والوان. طيب دلوقتي الاسبونجه ديت هل هي من جواها في سفنج فهتعمل ميكروبات؟ لا طبعا. دلوقتي بتكلمنا عن ان جوه الاسبونجه بتاعت جرين واي في طبقات من الميكرو فايبر. الطبقات دي معالجة ضد البكتيريا، استحالة ينمو فيها الميكروبات أو البكتيريا. شايفين ده وش وظهر زي فوطة الأطباق وجواها طبقات من الميكرو فايبر المعالج ضد البكتيريا، استحالة تعمل أي روائح غير مستحبة أو تكون أي ميكروبات. بالظبط زي ما هي بتشرح كده، في طبقات من الميكرو فايبر جوه الاسبونجه بتاعتنا، فما فيش اي حاجه تخوف ابدا ولا تقلقي ان هي تعمل اي ميكروبات. يعني بتستخدمي حاجه امنه جدا جدا جدا. طبعا ده غير ان انتي بتوفري في الصابون والكيماويات. ده دلوقتي احنا نعمل اختبار على الميكرو فايبر بتاع جرين واي. فوطه بقالها كتير بعد استخدام المواعين. هناخد جزء من السائل اللي معاها دوت ونفحصه تحت الميكروسكوب. هنفاجئ ان مفيش اي ميكروبات خالص جوه الفوطه، ودي حاجة مطمئنة جدا، بعكس طبعا المنظر البشع ده اللي احنا كنا فاكرين ان احنا كده بنأمن نفسنا. لا يا جماعة، دي بتبقى مليانة ملايين وملايين من الميكروبات اللي بناكلها في الأطباق بعد كده لما بنحط عليها الأكل. يلا نغير نستخدم فوطة أو سبونجة مايكروفايبر جرين واي.